ألف ألف مبروك لأهالي سوريا الكرام، مبروك لكل سوريا الانتصار. مصر بتهنيكم وكل العالم بيهنيكم. مبروك عليكم اللحظة، ومبروك عليكم الفرحة، ومبروك عليكم النصر، ومبروك عليكم ان انتوا خلصتوا من بشار الأسد وعائلة الأسد كلهم. يا رب دايما تبقوا في فرح وفي سعادة ودايما في حرية يا رب. دلوقتي وقت البنى، ودلوقتي وقت التشييد، ودلوقتي وقت الشغل والعمل بعد ما عديته بالكتير. طبعا الحمد لله بشار الأسد فر على روسيا. إن شاء الله ربنا نسمع عنه كل شر، ونسمع عنه كل شيء سيء، وربنا ينتقم منه ومن أهله جميعا. طبعا عهود من الظلام، وعهود من الفساد، وعهود من الكبت وكبت الحريات والسجن لآلاف المعتقلين، لكن قدرتوا الحمد لله ان انتوا تتخلصوا منها، وكانت ارادتكم اقوى من الجميع. الراجل بكل وحشية وبكل فساد كان بيجيب مرتزقة وبيجيب ناس من روسيا وبيتقوى بروسيا على شعبه. وطبعا شفنا المجازر اللي حصلت من طوال سنين الحرب ديت، وشفنا القنابل اللي كانت بتتقصف كأنك بتقصف على عدوك مش على شعبك، عشان كل ده عشان يحافظ على الكرسي بتاعه. لكن انتوا قدرتوا برغم من كل التحديات وبرغم من كل الصعاب ان انتوا تنتصروا على بشار. الحمد لله ربنا اكرمكم وخلصتوا من هذا الطاغية. وألف شكر لكل المجاهدين ولكل الشهداء، ربنا يتغمدهم في فسيح جناته. طبعا سوريا دلوقتي محتاج شغل كتير بعد كم الخراب واللي حصل فيها في طول سنين الحرب وطول سنين الثورة. احيي طبعا مجاهدين وجبهة التحرير اللي الحمد لله ابهرونا بصراحة، وابهروا العالم كله بالنصر دوت اللي محدش كان متوقعه. طبعا ان اهالي روسيا كلهم كانوا مترحب بيهم في مصر وفي كل الاماكن بعيدا عن الحكومات يعني، بس اهالي مصر طبعا بيرحبوا بكم وتفضلوا معانا طول السنين، واللي حابب يكمل في مصر نشيله فوق دماغنا. البلد هتحتاج شغل كتير، بس احنا واثقين ان انتوا تقدروا، لان انتوا قدرتوا تتغلبوا على العقبة الاكبر وهي بشار. فأكيد إن شاء الله ربنا يكرمكم وهتعدوا السنين الجاية على خير إن شاء الله، بعد ما قضيتوا سنين موحشة في الخيام وفي الهروب وفي نقص المؤونة ونقص الأكل وفي الرعب اللي كان مسببه بشار الأسد ليكم. لكنكم انتوا قدرتوا. الوقت دلوقتي وقت العمل ووقت الجد، وقت التمسك بربنا، وان احنا نبقى كلنا مع بعضينا ايد واحدة ونلجأ لله. وان شاء الله ربنا زي ما قدر، ربنا سبحانه وتعالى زي ما اراد ان انتوا تنتصروا وترجعوا وتتخلصوا من الظلم، ربنا قادر ان هو يوصلكم لبر الامان، ونشوف سوريا بأجمل صورة، ونشوف أطفال المستقبل السوريين إن شاء الله وهم بيضحكوا وبيلعبوا إن شاء الله، ويسطروا سطور التاريخ وسطور المستقبل بإذن الله. ألف ألف مبروك، يعني الفرحة مش سيعانة الصراحة.